نفحة اليوم برعاية antique.com. antique.com قلش روحك بنكهة جزائرية 100%. السلام عليكم ومرحبا بكم في نفحة جديدة اللي هي البقلاوة القسنطينية. يعني درت لكم فيديو جيكسبليك فيها تو لي ديتاي توت لي استوس، يعني باش تصلحوها ان شاء الله وتجيكم حاجة هايلة. نروحوا نشوفوا مع بعضنا واش كيفاه نحضروها. الخطوة الأولى هي نوجدوا العجينة. نحتاجوا الفارينة، نحتاجوا السمن، الملح، ما ورد والماء باش نبلوها. اذا هذه الكيله اللي استعملتها، نحط 4 كيلات فرينه وبكيله سمن يكون دوبته ويكون برد، ما نحطوش سخون. هكا تاع بكري كاين اللي يديروها ب 3 كيلات بكيله. دركا صافي دي زاني ولينا نديروها ب4 كيلات بكيله باش تجي تقرمش خير. ندخل لي دام هذاك في الفرينه كيما راكم تشوفوا. نحط شويه ملح، ما نكترش، شويه ملح برك باش ما تجيش مسوسه العجينه. كيما هكا بزاف. نحط شويه ماء باش ندوب هذاك الملح. ومن بعد نبدا نبل بالماء ورد بالعقل وندخلو كيما راكم تشوفوا هكا. مع الاول نستعمل الماء ورد، كي نشوف باللي دات لي بزاف الماء ورد نكمل بالماء، معليش، سورتو كون يكون الماء ورد مقطر. ومن بعد العجينه هذيك نعجنها، مي العجن ما يكونش بالتقطيع، ما نقطعش العجينه تاعي، ندلكها برك كيما راكم تشوفوا هكا، دلك حتى تولي طريه خلاص كيما هكذا. ويتنحاو هذوك لي غرومو، ما تبقاوش لي غرومو. ولا عندك الماجينه تاع العجن عجني بها، سي انكور ميو. يعني قصدي هذيك الماشينه اللي دير التريده ودير لي بات. ومن بعد قسميهم 7 اونتو، باسكو نديرو 3 من التحت ونديرو 4 من الفوق، دو مانيير ديري زوج شويه كبار والباقي كل ديريهم قد بعضها. كما تشوفوا هنا عام زوج تاعي شوي كبار والاخرين نديرهم شوي صغار. اونتو درت 7. المرحله الثانيه نوجدوا الحشو. هاي الصينيه اللي نستعملها فيها 30 سنتيمتر. في الحشوه درت اونتو 2 كيلو تاع مكسرات. درت كيلو ونص جوز ونص كيلو لوز. تاع بكري كانوا يديروها جوز صافي بصح تجي ثقيله، دركا عندنا نخلطوا اللوز، مي نكثروا الجوز كثر على اللوز. كون حمصتهم اللوز خليته بقشورو ونرحيهم كونكاسي. 3 كيلات من هادو المكسرات بكيلة سكر. نحتاج شوي سمن، نحتاج الماء ورد، ونحتاج شوية قرفة. إذن كما قلت لكم هنايا راهم 3 كيلات فيهم 1 كيلو ونص جوز ونص كيلو لوز. السكر لكن شتي السكر تاعك شوي حرش بزاف، جوزيه شوي في لاشواغ او يولي ارطب شوي، بصح ماشي رطب خلاص، او نستعملوا سكر كريستاليزي. ونبلها كيما راكم تشوفوا بالماء ورد. نحط بالعقل، ما نزربش نحط لها كميه كبيره سينو تجيني جاريه. نحط بالعقل ونخلط. حتى نتحصل على هذه النتيجه. ما تكونش مبلوله خلاص او بوان الماء خارج منها، وما تكونش تاني شايحه. نزيد لها 1 2 مغارف ولا 3 تاع السمن دايب،
والقرفه راني حطيتها قبيله، نسيت ما صورتهاش، حطوا رشه برك قرفه، ما تكثروش بزاف. العجينه تاعنا بعد ما ارتاحت ترتاح مده على الاقل نص ساعه ولا ساعه باش تعطينا الطوع، من بعد كي نبداو نحلو فيها. كنت تكون مش مرتاحه ما تتحلش. رشي الفارينه كيما راكي تشوفي، وبدا حليها بالقنوط ولا بالحلال، بالعقل. واشاك فوا رشي الفارينه، كون ما تحطيش الفارينه راهي ما تتحلكش كيما راكي تشوفي هكذا. بعد كي تبدا تكبر ديري لو جيست كيما راني ندير انا. شوفي يديا نديرهم من النص ومن بعد نديهم للجنب، معناتها قني قاعده نكبر فيها من النص للجنب حتى نتوصليها ارق مما تستطيعي، يعني واحد مليمتر ولا راهي تجي رقيقه ما تجيش خشينه. فوالا الصينيه تاعنا ندهنوها بالسمن من تحت. ادهني بكميه كبيره سمن، ما تحطيش حاجه قليله، ادهني الحراف، ادهني النص تاعها، وحطي بزاف شوي سمن، ما تحطيش كميه قليله. ومن بعد نهز الورقه تاعي هذيك تاع البقلاوه ونفرشها في الصني كيما تشوفوا هكذا. حطيها في النص، يعني قد من هي ليسونسيال تحطيها في النص. ومن ابداي دخلي في العجينه هذيك لداخل باش تنحي الهواء داك كامل خرجيه، باش العجينه لي بوز لا فورم تاع لو مول تاعنا الصينيه. ومن بعد ندهنها بالسمن مليح باش تجيني مورقه، من بعد الورقات يجيو مفرقين على بعضهم. اذا حطيت من تحت 3 ورقات، كل مره ندهن بيناتهم بالسمن. كي نحط الورقه الثالثه ما نحطش السمن دركا، نحط ديريكتومون الحشو. على ما نحطش السمن باش يلصق لي الحشو في لاباط. نحط الحشو تاعي هذاك جو ريبارتي كيما تشوفوا هكذا دو مانيير يكون قد ان بو بارتو، يعني ماشي الوسط خشين والجناب فارغين، نمشيه بحيث يكون السمك كيف بارتو. نعدل بيدي مي بلا ما نطمن بزاف، ما نتكاش عليها بزاف، جوست نعدل برك ما نسحقاش مطمنه. شوفوا هنا كي نحط الموس حوالي 1.5 سنتيمتر هكذاك، هاكو تشوفوا هنايا 1.5 سنتيمتر حتى 2 سنتيمتر سي كوريكت. ومن بعد نحط الورقه تاعي، نعدل نحي الهواء كيما مالفين، ندهن بالسمن، ومن بعد نزيد ورقه واحده اخرى ندهن بالسمن، ونزيد الثالثه، ومن بعد السمن كيف ونزيد الرابعه هي الاخرى. كاين اللي يديروا كتر، بصح حنا نديروا 3 لتحت ونديروا 4 الفوق. كي نحط الاخرى ما ندهنش بالسمن لاني حنخليها تبات ليله كامله الغدوه باش ندهنها بالسمن ان شاء الله. نحي الزايد، يعني نحكم القنوط ونتسكى مليح على الحراف باش نحي العجينه الزايده. تقدري ديري بها مقرقشات، تقدري ديري بها قريوش، راهي نفس العجينه. ونخليوها نغطيها باسكو يتقشلف يتيبس، نغطيها بالنيله ونخليها تبات ليله كامله ولا نقولوا من الصباح للعشيه. المهم لازم ترتاح مليح باش من بعد كي نعودوا قاعدين نقصوا فيها ما توليش سمك شغل تحكم بلاصتها. هذه بعد ما باتت نجيب خيط كيما راكم تشوفوا. الخيط سي جوست باش نقصهم قد بعضهم، يعني اللي تعرف تخدم بعينها ميزانها ما تحتاج لا خيط لا والو. اذا الخيط تاعي نقيسو على قد الصينيه، ومن بعد نطبقوا على 2 وندير به النص، نعبر به النص كيما تشوفوا هنايا.
ها فوالا نمركي برك بالموس، ما نقصش، جست نطراسي برك، ومن بعد نزيد نطبقوا على 2 على 4 سما يولي، وندير بها الربع كما تشوفي هكذا. وجو تخاس بالموس الربع من الجهه الاخرى، نطبقوا على 8 دركا ونطراسي به الثمن. الرباع تاعي كل نقسمهم على 2، يعني نتحصل على 8 ثمن. ومن بعد هادوك لي تخاس اللي درتهم نقص تاع الصح دركا، يعني الموس ندخلو ماكسيموم لداخل بلا ما نفسد العجينه. هنا العجينه كي تعود بايته ولا راقده مليح لهنا راهي ما تتحلش من بعدها، يعني كيما نقص كيما تقعد. نقدر نحط صوابعي كيما هكا كي نعود كذا نقص، ها نحط صوابعي باش ما العجينه ما تهزش معايا بالموس. اذا نقص النص الاول، النص الثاني، ومن بعد كل ربع نزيد نقصه 2 ثمن كيما هكا، ومن بعد كل ثمن نحكمه وحده ونقصه كيما راكم تشوفوا. ندير خطوط باراليل، جينيرالمون نديرو 2 صباع، تحبي تطراسي كيما هكذا كل 2 صباع، سينو انا كيما انا ندير بعيني ميزان، يعني ما بقاش جوطه. اذا ندير فوالا، ندير الخط الاول يكون موازي للخط اللي منا، للخط تاع اللي قاسم من ربع ل2 اثمان كيما نقولوا. ومن بعد نقص للخط الموازي تاع الجهه الاخرى باش نتحصل على مقروده معين. ها مخرجوا المعينات تاعي. هذه كاين ناس بزاف يقول كان ما نعرفش نقص البقلاوه، سهله، استعملي الطريقه اللي شرحتها لك، يعني بالخيط والاخر، ومن بعد تقصي موازي للخيط الجهه اللي منها، ومن بعد موازي للخط الاخر اللي منه، تحصلي على المعينات. كيف كل ثمن نديرو وحده، حتى من بعد مع الاخر راني نتحصل على الورده، حنا نعيطوا لها الورده تاع النص. هاكو تشوفوا في الورده في النص هايله. دركا نبداو نرشقوا اللوز يكون مقشر. اللوز احنا كيما نقولوا هنا نخيطوا البقلاوه، معناتها راح نحكموا الطبقات بعدهم مع بعضهم باللوزه هذيك. على اللوزه هذيك رشقيها مليح، ندخليها مليح لداخل، باسكو من بعد مع تغونفلي شوي لاباط وتطلع يطلع الحشو تقدر تخرجها تسنحها. اذا انت رشقيها مليح باش من بعد ما تطيرش. الحبات كامل حطلي لهم، نحطو مام في النص تاع الورده، نحطو واحده حنايا في قسمتنا. ومن بعد زيدي اسقيها بالسمن. هنا تاني اسقيها مليح بالسمن، يعني ديري لازم كل شيء يكون مغطي بالسمن باش تحصلي على هذيك لا كولور دوغي الباهيه تاع البقلاوه. ندخلها الفور، اونتر طون نكون وجدت العسل باسكو لازم يكون بارد من بعد كي نسقيها، ما يكونش ثقيل بزاف. شوفوا عسل، حطيت شويه العسل حر وحطيت العسل العادي وحطيت شويه ما ورد وشويه ما، ونحطهم فوق النار يدفاو باش يطلق روحو العسل هذاك. كي طيب البقلاوه تاعي تطيب على نار شوي قويه 200 درجه حتى تولي دوغي كيما راكو تشوفوا فيها لهنا. كي نخرجها سخونه، نسقيها بالعسل تاعي اللي يكون بارد، نسقي هكا حتى يولي لعب عليها العسل. نخليها تشربو كامل ونشوف لا كان جاتني ناقصه نزيد لها من بعد، ونخليها تبات ليله كامله كومسا تشرب مليح العسل تاعها. البقلاوه تاعي راهي واجده، درك راني راح نقصها باش نهز حبات نحطهم في الصحن واجدين للتقديم يعني.
اذا هذه هي البقلاوه القسنطينيه، من احب لي غاتو في قسنطينه. يعني لازم تكون حاضره في الصينيه، في العراس، في الاعياد، يعني حاجه لازمه عندنا احنا في قسنطينه. ولا كان عجبتكم لا فيديو تاعي ما تنساوش تشجعوني، ديروا لي دي كومنتير، دي لايك، وان شاء الله نجيكم كل مره بحاجه جديده ولا حاجه تراديسيونيل، والى نفحه اخرى ان شاء الله. بالسلامه.